تسارع الأحداث اللي كنعيشوها كيأثر على جودة الحياة ديالنا. العديد من الأمهات اللي المشكل ديالهم الأول هو تبلد في المشاعر، ليست فقط يعني ضغوطات بدنية، جهد بدني فقط، بل جهد بدني وفكري وجهد عاطفي، لأن التواصل مع الأطفال في هذا الوقت هذا أصبح تواصل صعب. الطفل الآن لديه أجهزة كتساعده على أنه يوصل لأي مكان في العالم، لأن أم هادئة، أم مطمئنة، بيت هادئ. أم قلقة، أم خائفة، بيت فوضوي. كيفاش كيأثر النمط السريع الحياة ديالنا الحالية على جودة الحياة، على أسلوب الحياة، على طريقة الحياة؟ كيف أن هذا التسارع الأحداث اللي كنعيشوها كيأثر على جودة الحياة ديالنا، كيفاش كيخلينا نعيشو، كيفاش كيخلينا نشعروا. أكيد الجميع غادي يتفق معايا على أن هذا التسارع أصبح ثقل، أصبح يثقل على قلوبنا. أكيد هذه متفق عليها، جميع يتفق عليها. لكن عندي يعني واحد الفئة معينة من المجتمع كيف يؤثر عليها هذا التسارع؟ أنا كنتكلم على الأمهات. تخيل معي أن الأمهات لديهن من المهام اليومية، خصوصا أمهات هذا العصر، يعني الأمهات اللي كيشتغلوا، الأمهات اللي أيضا كيقدموا خدمة للمجتمع، أمهات اللي أيضا عندهم مسؤوليات أسرية تجاه الآباء والأمهات ديالهم. هاد الأمهات هادو اللي حاليا في خضم التربية مع هذا التسارع العالمي للأحداث، مع هذه السرعة في الأداء، يعني سرعة مطلوب منا أن نكون عندنا سرعة في الأداء. كيفاش غتأثر على جودة الحياة؟ كيفاش غتأثر على العلاقة ما بين الأم والطفل؟ أكيد التأثير ديالها غادي يكون سلبي. أكيد هاد الأم هادي كتشعر فعلا أنها مرهقة، منهكة، غير قادرة على التركيز، غير قادرة على العطاء. وللأسف كيجيو في استشارات العديد من الأمهات اللي المشكل ديالهم الأول هو تبلد في المشاعر. يعني كتجي الأم كتقول لك عندي كل شيء ممكن، ظروف الحياة الحمد لله جيدة أو متوسطة، ولكن لم أعد أشعر بالحياة، فقط ذلك الشعور. وهذه ليست فقط، يعني هذه الحالة ليست عند الأمهات فقط، ولكن الأم مطالب منا دائما الحضور، مطالب منا مهمة كتقدمها لسنوات طويلة، يعني مهمة ما يمكنش تستريح منها. الأم حين كيجيها واحد الطفل فهي واحد المهمة إلى أن كيوصل داك الطفل واحد السن معين يكون قادر على الرعاية بنفسه. فالحالة الأمهات غير أي حالة أخرى، وفعلا هي أعظم مهمة كاين على الأرض، وهي أهم مهمة واللي مخليها الجنس البشري مستمر. إذا كيفاش هاد الأم هادي نقدروا نساعدوها على أنها تواكب هاد تسارع الأحداث اللي هو عالمي واللي كيعاني منه الجميع، بالإضافة إلى المهام اليومية، يعني مهام الصباح، مهام بعد الظهر، مهام مسائية، لدرجة أن كاين بعض الأمهات حين كيجيو يستراحوا في الليل يعني وينعسوا، يعني يرتحوا، ما كيقدروش. علاش؟ لأن عندهم في العقل ديالهم كيرتبوا لي مهام اليوم القادم. فهاد الأم كتعيش في واحد الوضعية معينة اللي كتكون صعبة جدا أن يبقى لها الوقت تواصل مع ذاتها، وهي كتعتقد، هذه أنا كنهضر على حالات كتعتقد أن هي السبب، أن هي غير قادرة، أو هي غير كفء، أو أنها أم غير جيدة، وهذا غير صحيح. الأمهات يعني سابقا ماشي نقول لم يكن لديهن مشاكل أو ضغوطات أو تراكمات أو مهام صعبة للإنجاز، بالعكس في جميع العصور كانت هناك يعني ضغوطاته، ولكن هذا العصر بالخصوص ضغوطاته أكثر، لأنها ليست فقط يعني ضغوطات بدنية، جهد بدني فقط، بل جهد بدني وفكري وجهد عاطفي، لأن التواصل مع الأطفال في هذا الوقت هذا أصبح تواصل صعب،
لأن الطفل ما بقاش فقط خاص بالأسرة، يعني أي معلومة القناة الأولى يعني باش الطفل يتواصل مع العالم كانت الأم والأب والأسرة، يعني الجد الجدة العم، هذا هو اللي كان كيخلي الطفل يعرف المعلومات يعرف على الحياة. لكن الطفل الآن لديه أجهزة كتساعده على أنه يوصل لأي مكان في العالم، بمعنى أنها كتخليه منفتح جدا لدرجة أنه كيجيب أفكار وكيجيب طرق وأنماط جديدة هو كيبدا يدخلها على البيت، هو كيدخل على الأسرة ديالو. أنا كنقول طبعا ماشي الجميع، فقط الأسر اللي عاطية الفرصة والوسيلة للأطفال ديالها على أنها تستعمل هاد الوسائل هذه، ولكن هذا فعلا رجع كيأرق الأسر ديالنا. وهنا كنرجعنا الأم اللي هي كتعتقد على أنها مطالبة أنها بس تصلح كل شيء، وأن هذا هو الدور الحقيقي، وأنها لازم أنها تقوم به. هذا الثقل المشاعري، هذا الثقل الفكري، هذا التراكم، هذا ما كيخليهاش كما قلت أنه يتواصل مع ذاتها، وأنه كيفصلها على المشاعر ديالها. فخيل أن واحد الشخص هو مصدر الحنان والحب والعطاء، هو مصدر الاحتواء، هو الأمان يعني في البيت، كينفصل على ذاته، كينفصل على المشاعر ديالو، كيوقع له تبلد في المشاعر. يعني أي نوع من الحياة اللي ممكن أنها تعطن هذه الأسرة، أو أي من الحياة اللي ممكن تعطن هذه الأم هذه، ألا تستحق فعلا هذه الأم أننا نشوفه من الوضع ديالها ونحاولوا ما أمكن أن نساعدها أكثر. هنا جت منهجية نور. هذه المنهجية اشتغلت عليها لسنوات، يعني صناعة أو نتاج سنوات من العمل كمتخصصة في التربية، في الدعم النفسي، في الدعم التربوي، يعني مسيرة المهنية خلت تكون نور، خلت تخلق منهجية نور. واشتغلت بها على ذاتي أول، واشتغلت بها على العديد ومع العديد من الأمهات عبر الاستشارات، واللي فعلا شفت عطت نتائج رائعة. لأن منهجية النور أولا ما كتركزش فقط على حل جانب، لأن غالبا مثلا الأمهات حين كيمشيو عند الاستشاريين كيكون عندهم مشاكل سلوكية عند الأطفال ديالهم، عندهم مشاكل ترتيب الأولويات، المهام، يعني هذا النوع من المشاكل اللي كتحاول أنها تبحث له على مصدر معلومة أو إلهام، أو أنها تبحث على المساعدة من خلال القراءة والمعرفة. جيد، هذه الأمور جيدة وكتساعد فعلا، ماشي أنها ما كتساعد، ولكن هل إلى أي حد هي كتستطيع أنها تحتوي جميع الجوانب اللي هي فيها عرقلة، اللي فيها حالة من التوقف؟ هذا هو السؤال. وحين كنعالجو فقط المشاكل السلوكية اللي عند الأطفال، ولكن كتظهر مشاكل جديدة أو كتظهر مشاكل في مراحل أخرى، كأننا في دائرة مغلقة من الألم، وهذا ظلم في حق تلك الأم، لأنها هي كتحاول تعمل كل مفجودة باش تخلق فعلا بيئة فيها الطمأنينة، فيها الأمان، فيها الراحة للون الأسرة ديالها. منهجية النور جات باش تغطي ديك الجوانب. الجانب الأول هو الأم، خصني نعرف هاد الأم شنو هي المشاعر المكبوتة اللي عندها، شنو هي البرمجة اللي جات من الطفولة ديالها، شنو هما الجروح الطفولة اللي عندها، شنو هي الحاجات اللي كتعيق على أنها تتواصل مع ذاتها، شنو هما الأحلام ديالها. يعني حين كنتقلوا من الماضي للحاضر باش نبنيو به المستقبل. إذا ما حاولناش نفهموا الماضي ونرتبوا القواعد ديالو، ولو أننا نغربلو ونخليو يطيح داك اللي غير صالح ونحتفظوا بالصالح منه، فأكيد غادي تكون حقيبة ديالنا السفر ثقيلة جدا، وما غتساعدناش باش أنا نوصلوا للوجهة اللي باغيين. إذا حين كنشتغلوا على هذا الأمر هذا، خصوصا أني حين كنشتغل على الأم وكنشتغل على الوعي ديالها وكنشتغل على المشاعر ديالها، كاين أمور كتغير عندها في الطريقة ديال التواصل مع ذاتها، وبطريقة تلقائية ينعكس ذلك على كل البيت. لأن أم هادئة، أم مطمئنة، بيت هادئ. أم قلقة، أم خائفة، بيت فوضوي. وهنا ماشي فقط
الأم اللي كتعمل بهذا الضوء، أكيد الشريك ديال الحياة، وهذا هو الجزء الثاني من منهجية نور. منهجية نور كتشتغل أيضا على العلاقة مع الشريك، على ترتيب العلاقة، على إعادة صياغة العلاقة مع الشريك. حيت فحين كنطلقوا حنا في هذه الرحلة الأسرة، رحلة الزواج، رحلة بناء الأسرة، كيكون عندنا أفكار، كتكون عندنا انتظارات، كتكون عندنا توقعات، ولكن مع الحياة اليومية، مع الصدمات ومع الأزمات وأيضا مع الصعوبات، كنكتشفوا جوانب أخرى كانت مخفية. هذا الأمر، هذه الجوانب المخفية كترجع عبء علينا بشكل يومي أننا نشتغلوا عليه، أو نحنايا نحملوه يعني، وأننا نحلوه، خصوصا كيف ما قلت مع تسارع الأحداث. يعني ما عنديش الوقت باش أني أنا نعالج أمر معين، لأن كنجبر راسي في أمر جديد. وهذه حقيقة كيعيشوها الكثير من الأسر والعديد من الأسر حاليا حول العالم دون استثناء. ولكن في العالم طبعا العربي عندنا خصوصيات معينة لازم أن أيضا كنحترموها وكنشتغلوا عليها، ولذلك هي منهجية نور، هي منهجية تحترم الخصوصية العربية، تحترم أيضا نمط الحياة للمجتمع اللي انتنا فيه. والجزء الأهم اللي قاعدة تشتغل عليه منهجية نور هو كيفاش أنك ترجع تقرأ، كتعلمك كيفاش أنك تقرأ سلوك الطفل كإشارة نحو فهم مشاعر الطفل، احتياج الطفل، مشاكل ذاك الطفل. ليس فقط نعالج السلوك الظاهر، بل نعالج العمق أكثر. حين كترجع عندك هذه القدرة طبعا باشتغال وبالتدريب اللي غادي تكون فيه، فالأمر يكون عندك أسهل. بالإضافة أن منهجية نور لجميع الأعمار. ممكن أن الأطفال ديالك حاليا في مرحلة المراهقة فهم عندهم احتياجات خاصة، ممكن أيضا أن يكون الأطفال ديالك حاليا وصلوا لسن الرشد وقاع يعني مشاو للدراسة، أو باقين معك في المنزل ولكن العلاقة هي متوترة، علاقة غير صحية، علاقة سامة نوعا ما أصبحت بفضل ديك التراكمات، بسبب ديك التراكمات السنوات والأخطاء السابقة اللي خلات وصلنا لنقطة أن العلاقة ما بقاتش قادرة تعطي أفضل ما عندها. وللأسف هنا كنخصو واحد المجهود، لأن ولو يكونوا الأخطاء ولكن كان هناك مجهود، كان هناك عطاء، كان هناك استنزاف للذات من أجل داك الطفل باش يوصل داك السن. ولكن كنخسروه في واحد المرحلة وكتبدا العلاقة ديالنا متوترة وغير جيدة، وأيضا علاقة عبء، كترجع ديك العلاقة عبء علينا نحن على الأطفال ديالنا أيضا في المستقبل ديالهم، اللي هما كيعاودوا يبنيو حياتهم، يبنيو أسرة جديدة، ويمكن هما يكرروا نفس دائرة الألم عبر الأجيال. وهنا كتجي منهجية نور لكسر هذه السلسلة، اللي كتعاونك تبني علاقة جديدة ولو يكونوا الأطفال ديالك بلغوا سن الرشد وممكن أنهم غادروا المنزل. كنعطيوك طرق وأساليب اللي فعلا أنك تقدر تحتويهم من جديد. إذا منهجية نور هي نمط حياة مبني على أسس متينة، على أسس واضحة وواعية. إذا كننتقل من حالة الفوضى، من حالة الغضب، من حالة الغموض إلى حالة الوضوح والاتزان. هذا الاتزان اللي احنا كنشتغلوا عليه باش يستمر، ماشي فقط لمرحلة معينة، لا، باش يكون عندك حين كتاخذ هاد المنهجية فهي كتستمر معك لسنوات أخرى، ممكن أن تستمر معك دائما. وهذا هو الهدف، أننا نخلق نسخة جديدة، نسخة واعية منك. باش تستفد أكيد لازم درسلنا كلمة نور في التعاليق، أو درسلنا عبر الرسائل. حنا غادي نتواصلوا معك، حنا غادي ناخدو بيدك، حنا غندخلوك معنا في هذا المجتمع هذا. مجتمع نور هو مجتمع تكافلي أكثر، لأن المعلومة جيدة أن احنا نعرفوها، ولكن تطبيق المعلومة يختلف من شخص إلى آخر حسب القدرات ديالو والوعي ديالو. ولكن حين يكونوا معك أشخاص آخرين في هذا المجتمع هذا، أشخاص في حالك كنت عندهم في واحد الوقت معاناة
ولكن قدروا على أنهم يخرجوا منها بوسائل استعملوها وبطرق وبمشاعر جديدة، يعني يخرجوا هما كيشاركوا معاك هذه التجارب. حتى تجارب الفشل هي ملهمة في العديد من الأحيان. إذا مجتمع نور هو مجتمع من أجل إعادة بناء أسرة سليمة، من أجل بناء الحياة، لأن أنا الأسرة ديالي هي حياتي الحقيقية، فأنا لازم نحافظ عليها، لازم نستمتع بها، لازم نعيشها بحب، ونبعد على أي حاجة ممكن أنها تخلق لي التشويش وتخلق لي الاضطراب. شكرا للمتابعة ديالكم، كنتمنى فعلا على أنكم تعملوا جا من هذا الفيديو، على أنكم تبارطاجيوه مع اللي كتشوف أنه محتاج يسمع عن هذا الكلام هذا. أنا كنتكلم معكم ليست شي فقط أنا مختصة في المجال، ولكن أنا كنتكلم معكم أيضا أنا أم وعندي تجارب في التربية أيضا مع الأبناء ديالي، فأنا كنشارك معكم أيضا هذه الرحلة ديالي، واللي كنتمنى فعلا أنكم تشاركوها مع الآخرين، ويكون هذا هو باب الحياة، هو باب المشاركة، باب إعطاء المعنى، الحضور كل واحد فينا داخل هذا المجتمع. شكرا لكم.